ولا تغير على طول الليالي والأيام، وبعد يدارجون الإنس والجن حوله. جبل حرفة السعودي، هل تتحول صخوره إلى حديد ليلاً؟ لا يسكنه البشر، وتتحول صخوره إلى حديد ليلاً، ويلهم كل من يزوره الشعر. هذا وغيره كثير يثار عن جبل حرفة بالسعودية، والذي يطلق عليه أيضاً اسم جبل الجن بسبب الأساطير التي تدور حوله بأنه سكنى للجان. ولكن أين الحقيقة؟ جبل حرفة يقع بمركز بني عمرو شمال محافظة النماص في منطقة عسير، وهو عبارة عن صخرة صماء يبلغ ارتفاعها 2491 متراً. نسجت حوله الحكايات الغريبة والأساطير والتي لم تثبت أو تنتفي صحتها، مثل تحول بعض صخوره ليلاً إلى حديد وسمع أصوات تخرج منه لترد على الزائرين، وأن كل من يزوره يتحول إما إلى شاعر أو مجنون، حتى وصل الأمر بالبعض إلى القول إن الجن يظهر بكثرة هناك على هيئة إنسان عار أو أطياف لا تثبت للناظر، كما أنهم يسمعون أصوات قرعة على الطبول والدفوف وغيرها من القصص المنتشرة بالمنطقة، خاصة بالقرية الواقعة أسفل الجبل. ولعل ما أكسب هذه القصص رواجاً هي التضاريس اللافتة للنظر هناك، مثل الحمرة القاتمة التي تسود الطبيعة وانتشار شجرة الكندر المعمرة، فضلاً عن عدم نمو الأشجار المثمرة به، وأحاديث أخرى عن اختلال قوانين الجاذبية بالجبل. غرائب القصص لم تتوقف عند هذا الحد، فهناك من ذكر أن هذه المنطقة كانت قديماً تدعى جبل قاف، وكانت في زمن سيدنا سليمان عليه السلام سجن للجان. أخبرنا، هل سمعت عن هذا الجبل الغريب من قبل؟